حبيبي يا سعد، اخبارك ايه؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. الدكتور بتاعك كلمني امبارح يا سعد. قال لك ايه؟ قال لي انك ايامك معدوده في الدنيا وهتموت يا صاحبي. ايام انا؟ ايوه يا صاحبي، مستحيل. فعلا انت مش عارف اللي انا عملته. هتموت يا صاحبي. انا سرقت، هتموت يا انا صاحبي. عملت ذنوب، انا عملت معاصي، هتموت يا اكلت صاحبي. حقوق ناس، انا ما كنتش بصلي. مستحيل مستحيل. مش قادر، مش قادر اخد نفسي، مش قادر. هون نفسك، هون نفسك، مش قادر، هون على نفسك، هتخنق. انا بضحك مش معاك، قادر، مش بضحك قادر. معاك. الدكتور ما كلمنيش ولا حاجه. هون على نفسك. الدكتور ما كلمنيش، بضحك معاك. مجرد اللي هو ضحك معاك صدقت، لانك قلبك متعلق بالدنيا، متمسك بالدنيا. عشان احنا متعلقين بالدنيا زعلنا. فعلا. احد الصالحين جاءه رجل وسأله، قال له احنا ليه متعلقين بالدنيا؟ ليه بنحب الدنيا وكرهنا الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تخافون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخذ بمنكبه وقال له ذلك. ابن عمر كان يقول: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. متمسكين بالدنيا قوي، متمسكين بالدنيا قوي قوي. مجرد ان ضحك معاك وقال لك الدكتور قال لك هتموت، مع انه بيضحك معاك زعلت. احد الصحابه والسلف لو قالوا له هتموت النهارده يقول مفيش حاجه زياده اعملها. ليه؟ معمر يومه كله بالصالحات. يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. فعلا لو النهارده اخر يوم في حياتك او في اخر يوم في حياه احبابك، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟